القصه ديال اليوم وقعت لواحد السباخ، قصه رعب حقيقيه غادي يعيشها وسط واحد المدرسه مهجوره مع الجن. شي احداث اللي مرعبه ديال بصح واللي ما كتدخلش للعقل، ولكن مول القصه كيحلف بلي هذا الشيء وقع ليه بصح. المهم نقدروا نعطيو لمول القصه واحد الاسم مستعار نسميوه محمد هو واحد الانسان اللي حريفي، يعني ما كيتقنش على الصباغه صافي، داك النوع ديال السبع صنايع والرزق قطاي كيف ما كنقولوا. المهم هذا السيد غادي يقرر يمشي للخليج، وبالضبط يمشي للسعوديه حيت تما الخدمه موجوده بزاف وحتى الثمن كيخلصوا مزيان. المهم مشى ليها في 2010، بقى خدام تمايا في واحد المدينه جده، بقى خدام فيها 6 سنين، يعني من 2010 حتى 2016 هو خدام تمايا حتى لهنا كلشي مزيان. فاش وصلت 2016 بدات الخدمه كتنقص وما بقاش عليه الطلب بزاف تمايا. المهم بدا كيعاني ديال بصح، وهو شنو كان مخطط اصلا من الاول من البدايه، كان باغي يجمع شي مبلغ كبير ديال الفلوس ويرجع لبلادو ويفتح ليه شي مشروع تمايا ولا شي حاجه بحال هكذايا. المهم في هاد الايام فاش نقصت الخدمه كان عنده واحد صاحبو شيفور ديال الرموك، بدا محمد كيعاود لهاد صاحبو وكيتشكى عليه راه الخدمه نقصات والمعاناه وداكشي، وتما غادي يقترح عليه داك صاحبو واحد الفكره، قال لي غادي تمشي لواحد المدينه راه الخدمه موجوده تمايا ومن الغد ليه تخدم، راه تمايا محتاجين الحريفيه بحالك بزاف. المهم بدا محمد كيفكر في هذا البلان هذا وقال بصح نيت خليني نبدل المدينه، عليك مولانا يكون الله مكتب ليا شي رزق في شي بلاصه اخرى. بالفعل مشات تحول لديك المدينه وما كملت حتى سيمانه واحده غادي تلقى بواحد المقاول، قال لي داك المقاول عندي شي خدمه شنو بان لك تشدها مني؟ قال لي مزنيت علاش كنقلب، مرحبا نشدها منك. اتفقوا على الثمن وداك الشيء. المهم كانت هذه الخدمه هذه عباره على واحد المدرسه اللي كانت مهجوره من مده طويله وهي مهجوره، وبغا يعاودوا يفتحوها وخاصها تعاود تصبغ، يتصبغوا الاقسام الطواليطات الاداره الكولوارات. المهم قال لي صافي اتفقنا. محمد نقدروا نقولوا قتلوا الطمع شي شويه ولا ما نعرف كيعجبو يخدم بوحدو، صراحه ما عرفتش حيت ما بغا يشد حتى واحد يخدم معاه، بغى يشد الخدمه بوحدو بحال تقول بغا ياخذ الثمن ديال ديك الخدمه بوحدو، ما باغي يقسموا مع حد. المهم كانت ديك الخدمه الوقيته ديال الصيف وكان قريب يبدا الدخول المدرسي. خدم محمد في المدرسه تقريبا 2 ديال السيمانات، الثمنه والكرفي ديال بصح الخدمه حتى غادي يتصل به داك المقاول، قال لي داك المقاول فين وصلتي؟ قال لي راه قريب يبدا الموسم الدراسي، هاد السيمانه خصك تكون ساليتي كلشي. قال لي محمد صافي عرفتي شنو غادي نديرو، انا غادي نضاعف المجهود ديالي، حيت في السيمانات 2 اللي فاتوا كان كيخدم عادي، كان كيخدم من مور الفجر حتى لديك الخمسة 6 ويمشي يرتاح حتى لغد اللي عاوتاني يعاود يجي يخدم. ولكن دابا بحال تقول غادي يشد عطاش كيف ما كنقولوا حنايا، يعني يزيد الليل والنهار. داكشي اللي غادي يدوز عليه سيمانه يساليه هو غير في 3 ايام ولا ما كاملاش كاع 3 ايام. ولكن قال المقاول غادي تزيدني فلوس على هاد الخدمه وهاد المجهود اللي غادي ندير. قال لي المقاول سيدي غنكمل الخدمه اللي طلبتيه نعطيه لك، ما كاين حتى مشكل، غتوجد لي انايا المدرسه في هاد السيمانه، هذا هو المهم عندي انايا. صافي اتفقنا. مشى يجيب حوايجو باش يبقى يبات تمايا النيت، ياكل ويخدم ويرتاح تمايا النيت في وسط المدرسه. النهار الاول الخدمه حتى سالا البارتيه الشماليه من المدرسه، سالا بالفينيسيون بكلشي ديالها. النهار الثاني الخدمه حتى سالا واحد البارتيه كبيره اخرى من المدرسه بالفينيسيون ديالها بكلشي. بقاو ليه دابا غير الطواليطات وواحد القاعه كبيره كان فيها واحد الكولوار اللي طويل بزاف اللي عليه كيطلوا كاع الاقسام اللي كاينين في ديك المدرسه. المهم وصل النهار الثالث، النهار اللي قال صافي ما يجي فين يصبح الغد ليه حتى نكون ساليت كلشي، ساليت خدمتي هنايا ولا على الاقل كاع يبقى ليا غير وتوش وصافي. المهم ديك الليله بدا بالكولوار الطويل باش من بعد يدوز للطواليطات. المهم خدام ما كاين الخدمه، خلط الصباغه الرولو صبغ الحيوطه حتى غادي يوصل عليه المغرب، غادي يحبس ديك 5 ديال الدقائق ديالو باش يتوضا ويصلي ويرجع يكمل خدمته. وصلت العشاء عاوتاني نفس الحاجه، صلى العشاء ورجع يكمل. حتى من الماكله كيف ما قال هو كان كيريح غا ديك قسم ولا قسمين ديال المكانه وكياكل دغيا عليه ويرجع يكمل خدمته. المهم بعد ما صلى العشاء بدا كيحس بالقنط وبالوحشه كيف ما قال هو، واحد السكات وواحد الهدوء غريب ما كيدخلش للخاطر. غادي تقولوا لي وراه يومين وهو خدام هنايا بالليل، كيفاش حتى لدابا عاد باش حس هو بالقنط والخوف؟ وقيلا حيت داك الكولوار طويل ومظلم هو اللي خلاه يحس بداك الشيء، حيت هو مضويه بواحد اللامبه كان بريكوليها كيحطها تيخدم شي خدمه تيسالي يعاود يحول ديك اللامبه للجهه الاخرى عشان يخدم تيسالي. الليلات اللي قبل كان خدام في القاعات، يعني كيسد عليه القاعه ويخدم
كتكون القاعه مجموعه ما كتحسش بالخوف. اما داك الكولوار كتمد عينيك كتشوف غا الكولوار طويل وموديل ديال بصح. انا صراحه حسيت بيه علاش خاف من داك الكولوار وحس بديك الوحشه. المهم هو قال خليني نخدم القران في التليفون ديالي من هنا تونس به وحتى ديك الوحشه اللي كنت حسيت بها تبعد مني ولا على الاقل غير تنقص مني شي شويه بعدا. طلقت واحد الصوره بصوت القارئ عبد الباسط عبد الصمد وكملت خدمتي عادي كنصبغ وكنسمع القران وتما حسيت براسي مزيان. حسيت بلا دازتني ديك الحاله ديال الخوف شويه وانا كنصبغ. بغيت نهبط الرولو في داك السطل ديال الصباغه باش نغمسو في الصباغه ولكن فاش هبطتو حسيت بلا هبطتو في الخوا طليته هكذايا ولقيت السطل ما كاينش. ما يمكنش هادشي السطل كان غير حدايا دابا بقى كيدور هكذا وهكذايا بجنابو السطل ما كاينش كاع ما كاين ليش الاثار. هز راسو شي شويه لبعيد وغادي يبان ليه السطل بعيد عليه بشي 5 متر. الله كيفاش هادشي كيفاش السطل كان غير هنايا حدايا ودابا غادي يلقاه بعيد عليه ب5 متر. وانتم كيف ما عارفين واحد الحاجه السطل ديال الصباغه كيهزو مع الصباغ فين ما مشى وحتى كاع فاش كيطلع السلوم كيلصقوا بواحد المخطاف مع السلوم. المهم فكروا قال عرفتي شنو انا 3 ايام هادي زادي هادي الخدمه وزيد حتى النعاس ما كنعسش مزيان غادي نكون 100% غنسيت واش معايا. المهم الاخر كيحاول يبرد على راسو باش ما يخافش. مشى عند داك السطل هزو ولصقو مع السلوم بداك المخطاف ورجع عاوتاني للخدمه الصباغه والقران خدامو كيسمع القران وكيصبغ. دقه وحده القران اللي كان واقف في تليفونه غادي يتحول لاغاني بصوت عبد الحليم حافظ. هو غمصدوم وكيشوف تليفونه وما مستوعبش ما فاهمش شنو كيوقع. قال واقيلا غسلت ديك الصوره ديال القران وديريكت التليفون داز الموسيقى اللي مور القران. هو كيفكر في هادشي وغادي تفكر واحد الحاجه اللي غادي تفشلو في ركابيه ديال بصح. حس بالصدمه ديال حياته فاش تفكر هاد القضيه هادي. اصلا انا ما كنسمعش الموسيقى وقال كنقسم بالله داك التليفون ما عندي فيه حتى موسيقى واحده. وكيفاش تلقات الموسيقى بوحدها في داك التليفون. عاوتاني غادي يبدا يرد على راسو خاصو يلقى اي تبرير باش ما يبقاش مرعوب هكذاك. قال 100% السيد اللي شريت منه التليفون من قبل هو اللي كان خازن فيه شي موسيقى ولا شي حاجه بحال هكذايا. المهم بدا كيتعود بالله من الشيطان الرجيم نزل بشويه من داك السلوم مشى هز داك التليفون ديالو دخل الدوسي اللي فيه كاع الموسيقات وداك الشيء داك الام بي 3 وداك الشيء. ولكن تخيلوا معايا كيقسم بالله بلا ما لقى حتى شي اغنيه في التليفون ديالو. شنو هاد العجب هذا كيوقع هنايا؟ بدا كيتعود بالله من الشيطان الرجيم ورجع القران كيف ما كان واحد التليفون بلاصتو ورجع كيكمل في الصباغه ديالو. كيقول بقيت خدام تقريبا شي 3 ساعه بحال هكاك. دقه وحده عاوتاني القران غادي يحبس هاد المره. شاف فيه وقال مال التليفون هذا سكت عاوتاني شنو وقع؟ ممكن واقيلا يكون الباتري اللي خوا ولا سالت ديك الصوره ديال القران وحبس بوحدو ممكن. المهم غادي يكمل خدمته عادي حتى المره الثانيه اللي غادي يسمع الصوت ديال الاغاني جاي من التليفون ديالو داك التليفون اللي ما فيه حتى شي اغنيه. كيفاش هادشي كيوقع؟ هو راه كان غادي يحماق راه التليفون ما فيه حتى شي اغنيه منين كيجيو هاد الاغاني هادو دابا؟ ولا السؤال اللي خصنا نسولوه هو شكون اصلا اللي كيخدم دوك الاغاني في التليفون؟ عاود نزل من السلوم ديالو مشى هز داك التليفون كيقلب شنو هاد العجب هذا شنو كيوقع هنايا في هاد التليفون. قال عرفتي شنو غادي ندير بين هاد الموسيقى هادي مخبعها في شي دوسي اللي مخزون ومخبع في الذاكره ديال التليفون. عرفتي غادي ندير انايا واحد البلان اللي مزيان ونهني راسي. غادي يشد داك التليفون وغادي يطفيه كاع ويتهنى ورجع يكمل الخدمه ديالو. خدام حتى تقريبا وصلت ديك 12 تاع الليل هكذاك. واحد السكات وواحد الهدوء اللي كان غريب بزاف. عارفين داك الهدوء اللي ما كترتاح ليش حتى من الصوت ديال السيارات والناس برا ما كتسمعهمش. فجاه غادي يبدا يسمع موراه صوت ديال خطوات كيتمشى موراه غاديين جايين يدور ولكن ما كاين والو. ولكن هو متاكد بلا صوت ديال الخطوات واضحين في ودنو سمعهم مزيان كيدور هكذا ولكن ما كاين والو. حتى غادي يدوزو دوك الصوت ديال الخطوات من موراه وغادي يتخطاوه وغادي يفوتوه. بدا كيسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر الله. كيقول حسيت بالتبويشه والحمي شوك عليا بسبب داك الصوت اللي كان داز من حدايا. قال بينه وبين راسو قبيله التليفون دابا الصوت ديال الخطوات سمعتهم اجي اكما هادشي كامل غا هلوسه. انا 3 ايام هادي زادي على الخدمه وزيد الريحه ديال الدولي والصباغه كيف ما عارفين راه كتدوخ راك بحال ضرب شي مخدر. المهم بدا كيقول في راسو صافي هي هذيك راه غير ريحه الصباغه والعيا هما اللي داروا فيا هادشي يعني راه غير كنهلوس صافي ما عندي مناش نخاف. ويرجع يكمل خدمته عاوتاني. واش غادي يوقف هادشي حد هنايا؟ تيقوا بيا باقي كاع ما بدينا الرعب ديال بصح. هادو كانوا غير التسخينات ديال داكشي اللي غادي يعيش هاد السيد في هاد الليله. ما كملاتش دقائق غادي نسمع الصوت ديال التليفون تشعل. عرفتوا داك الصوت فاش يلاه كتشعل التليفون تيدير داك الصوت ديال البدايه وكيبان فيه الشعار ديال التليفون وواحد الموسيقى هو نفسه داك الصوت اللي غادي يسمع.
دار مورا هو مصدوم عاوتاني جاي التليفون وغادي يشوف السكرين ديال التليفون بوحدها كتحرك كتطلع وكتنزل بحال هكا بحال تقول شي واحد تيخربط في السكرين وغادي يدخل داكشي الام بي 3 وغادي يخدم الاغاني للمره الثالثه. هادشي غير بوحدو وقدام عينيه كيشوف داكشي. بغيتكم غير تحاولوا تخيلوا معايا هذا الموقف وباش غادي يحس هو غير شاف داكشي بقى يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بدا لاصق مع الحيط ومخلوع. عرفتوا شي واحد فاش كيتخلع وكيبقى لاصق مع الحيط ومخلوع داكشي اللي وقع ليه بالضبط. وما غاديش تحبس القضيه هنايا، غادي يسمع واحد الصوت جاي من القاعات الاخرى اللي كاينين في داك الكولوار الطويل، اصوات ديال النساء كتضحك. كتعرفوا دوك الضحكات ديال الشر نفسهم دوك الضحكات اللي كان كيسمع. بدا كيقرا ايات الكرسي وكيرفع صوته بالقرايه حتى بداو دوك الاصوات كتنقص وهي تختفي. هادشي وكان باقي الصوت ديال الموسيقى مطلوق. مشى عاود هز التليفون ديالو وعاود طفاه كاملو وحطو في الجيب ديالو. هو صراحه كان خصو يحيدو الباتري كاع باش يخرج هو من باب واسع، ولكن كيف ما غادي نشوفوا في هذه القصه هذه غادي يدير هو بزاف ديال الاغلاط، واللي من بين هاد الاغلاط هادو هو باقي مكمل في الخدمه ديالو في هذا الليل هذا. صافي وقع لك هادشي، اشنو باقي كتسنى؟ راه خصك تخوي من تمايا وتهرب من تمايا. اش باقي كتسنى؟ انا ما فهمتش. حتى يصبح الحال وديك الساعه رجع كمل. المهم المره الثالثه ولا الرابعه ولا ما عرفتش غادي يحاول يلقى شي تبرير لهادشي اللي كيوقع وهادشي اللي سمع. قال فراسو دابا عرفتي الا واحد بنادم مده ديال الوقت ما نعش وعيان بزاف في صحته وزيد الريحه ديال الصباغه والدوليو، الا تجمع هادشي كامل يقدر يكون هو السبب في هادشي اللي كنسمع واللي كنحس به دابا. يعني دابا انا غير كنهلوس 100% غير كنهلوس. المهم عاوتاني رجع للخدمه، عاوتاني بقى كيصبغ حتى غادي يدوز من حدا هاد المره واحد المش كحل. غير شافو بقى مصدوم، شاد الشيشه بحال هكذايا كيشوف داك المش وكيصبغ. ولكن عادي، مدرسه مهجوره عادي تلقى فيها مش ولا اي حيوان، فين كاين المشكل؟ ولكن اللي ماشي عاديه هو انه هذا المش مشى دخل في داك الكولوار الطويل ومشى في الاتجاه ديال ديك القاعه اللي كان كيجي من هذاك الصوت ديال القبيله. واللي كيزيد يرعب اكثر هو هذا المش هذا كل ما كيبعد مني كل ما الحجم ديالو كيزيد يكبر. في العاده راه العكس اللي كيوقع، كل ما كتبعد عليك شي حاجه كتصغر في الحجم ديالها. يعني شنو هذا الشيء؟ شنو هاد الليله الكحله كنعيش انايا؟ وانا في ديك الصدمه ديالي غادي نسمع الصوت ديال القسم اللي في الاخر ديال الكولوار يتفتح الباب ديالو والمش غادي يدخل ليه، وغادخل داك المش غادي يرجعوا دوك الاصوات ديال دوك الضحكات للمره الثانيه. حد هنا وسالي كلشي. هادشي راه ماشي هلوسه ولا اوهام، بركه ما تبرد على راسك. كيقول بغيت نبدا نقرا ايات الكرسي ولكن بكثرت ما انا مرعوب ومتالف بقيت كنقرا في الفاتحه ومن الفوق كنخربقها وكنتلعثم في الكلام ديالي. تخيلوا معايا حتى من الفاتحه نسيت عليها. حاولوا غير تحسوا بهذا السيد هذا وداك الشعور اللي كيحس به وسط هذه المدرسه مهجوره اللي كيعيش فيها هاد الاحداث هادو. صراحه راه الرعب ديال بصح. ودابا المشكله هو على من يمشي يهرب اشنو غادي يدير؟ غادي يهز درولو وبقى كيكمل في الصباغه ديالو وعينيه على داك الكولوار الطويل مصدوم ما فاهم والو. هو ما مستوعبش شنو كيوقع ليه ولا ما فهمتش ولا تخربق ودخل في شي حاله نفسيه ومابقى عارف ما يدير. بصراحه ما عرفتش. المهم هنا دقه واحده غادي يسمع من موراه واحد الصوت اللي كيخليه يعرف بصح، بحال تقول شي حاجه ثقيله تهزت حتى السما وتخبطات ولا شي باب خبطوا البرد بالجاد. من القوه ديال داك الصوت هو غادي يغوت بلا ما يحس. دار موراه هو مرعوب وغادي يلقى داك السطل الكبير ديال الصباغه، ماشي السطل اللي معاه اللي كيغمس فيه، هو داك السطل الكبير اللي تيتقول بحال فيه الماط ولا الزيت، يعني ديك الماده اللي هو كيخلطها بالدوليو ولا الماء والصباغه. داك السطل لقى مخبوط مع الارض وداكشي اللي فيه يتكفح. المشكله هو هذا السطل هذا راه ثقيل بزاف. كيفاش يتهز هذا السطل ويتخبط مع الارض؟ راه كتكون في هذا السطل هذا على الاقل اللي ما كانش فيه والو تكون فيه 30 كيلو. شكون اللي دار هادشي؟ شنو هادشي كيوقع هنايا؟ هو ما بقى عارف شنو غادي يدير. واش يحدد داك الكولوار الطويل؟ واش داك السطل اللي تخبط وتكفح منه داكشي؟ بقى ثاني لاصق مع الحيط وكيقرا في القران وكيستعذ بالله، كيدور لجهه الكولوار ويدور لجهه داك السطل ويدور لجهه الكولوار ويدور لجهه السطل. ما عرفش شنو غادي يدير. انا صراحه ما فهمتش شنو باقي كيتسنى، حيت صافي راه هنا خصو يهرب، ولكن هو واقيلا تخربق ولا تلف ما عرف ما يدير. صراحه هادشي اللي كاين، لانه بنادم فاش كيوقع له بحال هكذا راه كيتلف ما كيعرف ما يدير. وهو وسط التلفه ديالو غادي يسمع الصوت ديال بكا ديال دري صغير. الصوت كان جاي من نفس ديك القاعه اللي كاينه في الاخر ديال الكولوار. وهنا كيقول صافي تاكدت بلا هاد المدرسه هادي مسكونه بالجن. ولكن هو غا كيترعد بلاصتو وما عرفش شنو غادي يدير. ما عمره في حياته وقع في بحال هادشي. شويه غادي يشوف شي حاجه كتحرك في الاخر ديال داك الكولوار، غادي يبدا يشوف وغادي يبدا يحقق مزيان وغادي يبان ليه دري صغير خرج من ديك الظلمه. دري صغير تكون عنده ديك 7 سنين هكذاك. هذاك الدري كيشوف فيا ومبلوكي بلاصتو، عيني انفيكسيون في عينيا. اجاب دري صغير عنده 7 سنين لهاد المدرسه المهجوره في هاد الليل. ولا عرفتوا شنو؟ علاش حنايا كنكذبوا على عروسنا؟ هذا راه ماشي دري صغير،
راكم عارفين شنو هادشي اللي خرج ليه، وحتى هو راه عارف شنو هادشي اللي خرج ليه. بقى كيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيقولها باعلى الصوت ديالو. بقى داك الدري الصغير كيشوف فيه قل من دقيقه، وغادي يرجع داك الدري الصغير للور، وغادي يدخل وسط ديك الظلمه، وغادي يرجع يدخل لديك القاعه اللي كاينه في الاخر ديال الكولوار، وغادخل تمايا غادي يبدا يسمع اصوات ديال الطبوله جايه من تمايا، بحال تقول عندهم شي حفله تمايا. انا صافي عاد باش يقدر يتحرك. اما في الاول كان غنبلوكي وتالفو ما عارف ما يدير. تيقول بديت كنحيد عليا الحوايج ديال الخدمه ديالي باش نلبس حوايجي ونهرب من تمايا. انا ما فهمتش صراحه علاش ضروري خاصو يحيد عليه حوايج ويبدل. انا كنت بلاصتو صراحه كنت غادي نهرب بالحوايج ديال الخدمه، نسمح في كلشي انايا غنهرب من تمايا. تيقولوا انا كنلبس وعيني على داك الكولوار، على الاخر ديال داك الكولوار حاضي عندك لا تخرج ليا شي حاجه، كنزرب اللبس حتى غادي نشوف واحد الظل كحل في هيئه انسان خرج ليا من داك الكولوار. تيقول هنا صافي حسيت بالركابه ديالي فشلوا عليا لدرجه طحت للارض، طحت وما بقيتش قادر نوقف على رجليا. بقيت غير كنتعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى داك الظل بدا كيمشي كيرجع للور حتى حيد وما بقاش كيبان ليا. تخيلوا وصلت به ولا كيسحف، كيحبوا على يديه ورجليه باش يهرب، حيت رجليه صافي ما بقاوش قادرين يهزوه. شويه عاد باش قدر ينوض على رجليه، بقى كيشد في الحيط، تيتكي على الحيط وكيزرب باش يخرج من تمايا. شويه دار موراه باش يشوف واش بعاد من داك الكولوار، وغادي يلقى موراه نفس داك الدري الصغير اللي كان كيبكي قبيله. كان الدري تابعو وعليه واحد الابتسامه على وجه ديالو، وكيدير واحد الضحكات اللي بواحد الصوت مستحيل يكون هذا صوت ديال دري صغير. بقى هو كيتقاتل وكيزرب حتى وصل للساحه ديال المدرسه. دار موراه وغادي يشوف داك الدري الصغير في الدخله ديال داك الكولوار، وحداه نفس داك الظل الكحل اللي في هيئه انسان اللي كشاف قبيله. صافي هنا قرر ما يعاودش يدور موراه، ركز كاع الجهد ديالو باش يهرب من ديك المدرسه، يخرج من ديك المدرسه الملعونه. بقى هارب وتيتقاتل حتى وصل للباب ديال المدرسه، فتح الباب الرئيسي ديال المدرسه وخرج ضربها بجزريه، كيجري حتى وصل لديك البلاصه اللي كانوا عطاوه واللي بقى فيها هذه المده ديال الخدمه ديالو في المدرسه. كانت نيت ديك البلاصه اللي عطاوه قريبه من ديك المدرسه. بغى يفتح الباب ديال البيتو، ولكن فاش ضرب يديه في الجيب ما لقى لا ساروت ولا والو. هذا باش تفكروا واحد الحاجه، راه كلشي بقى تمايا، السوار، التليفون، الفلوس ديالو، كلشي خلاه تمايا. فاش هرب تيقول فتح حتى الباب وبقيت كنبكي واش صارت ديال حياتي كيدوز قدام عيني. هاد الليله كانت غادي تكون هي الاخر ليا. شويه غادي يسمعوا واحد الجار ديالو حتى هو كانوا عاطينو بيت تمايا نيت في ديك البلاصه، حيت كان خدام في المدرسه، ولكن واقيلا هاد الجار هذا ما كيخدمش بالليل، يعني كيخدم غير بالنهار. كتوصل ليه العشيه ديالو كيمشي في حاله. سمع صوته هو كيبكي، غادي يفتح ديك البيت ديالو، قال له مالك كتبكي شنو وقع لك؟ وبقى كيعاود ليه هو كيبكي، كيعاود ليه شنو شاف هو كيبكي. قال ليه دخل تبات عندي اليوم، وغد ليه يصبح الحال ويفتح الفتاح. وداكشي اللي دارو غادي يدخل لعندو، كيقول غير حطيت راسي على الوساده، ما عقلت على راسي حتى الغد ليه مع شي 12 ديال النهار حتى غادي يجي داك المقاول بقى كيدق عليا في البيت ديالي، ولكن ما كاينش اللي كيرد عليه. غادي يسمعوا داك الجار ديالي اللي انا عنده، وقال لي واش فلان علاش كتقلب؟ ها هو راه كاين عندي، راه من البارح هو بيت عندي. دخل عندي المقاول فيقني وعاودت له كلشي، قلت له جيبوا لي الحوايج ديالي من الداخل، انا ما بقيتش باغي نخدم هنايا، صافي الخدمه اللي دير فيا هذه الحاله هذه ما عندي ما ندير بها لا هي لا فلوسها. قال لي المقاول الله يهديك، واش باقي لك اصاحبي؟ غير نهار ديال الخدمه، غير الروتوش ديال الخدمه وتسالي خدمتك وغادي تحبس كلشي. انا قلت له والله لا زدت فيها ضربه واحده، جيبوا لي دوك الحوايج ديالي اللي خليت لداخل. المهم جابوا لي حوايجو وخلاص. ديك الساعه كان نهار، يعني ما عندهم مناش يخافوا، وحتى كاع ما تيقوش، قالوا راه غير كيهلوس ولا شي حاجه بحال هكذا، يعني داك المقاول راه ما تيقوش. عاود حاول مع المقاول، قال له غير شوف كيفاش دير، كمل لي داكشي اللي بقى، ما بقى لك والو صاحبي، شي روتوش قليل كمل داكشي وانت سالي خدمتك، واش تخلي لي ديك الخدمه في الراس؟ ولكن هو بقى مصير، قال والله لا عاود شديت شي خدمه بوحدي وما عمري غادي نعاود نخدم بالليل، حيت كيف ما كنقولوا حنايا الليل عندهم ماليه، حيت كون كمل خدمته تمايا عادي من الفجر حتى لديك الخمسة 6، يعني ما قات العشيه بحال هكذايا ويخرج في حاله، محال كان غيوقع عليه هادشي كامل. ولكن الخدمه ديال الليل هي اللي كانت السبب باش توقع هاد القصه هذه كامله، وحنا نعاودوها دابا. المشكله ما حبساتش القضيه حتى هنايا، السيد غادي يبدا يحس بالعيا في كل نهار وما بقاش قادر يخدم كاع. مشى دوز عند الطبيب، دار ديك التحليله ديالو وداكشي، وغادي يلقى راسو مرض بالسكر. هادشي كامل بسبب الرعب والخوف والستريس اللي عاش في ديك الليله. يعني غير باش تعرفوا الشده ديال داك الرعب اللي كان عاش في ديك الليله، بسبب هذا الرعب هذا غادي يمرض بالسكر مسكين. حيت واقيلا من بين الاسباب اللي كتخلي بنادم يمرض بالسكر هي الاعصاب وحتى الستريس والخوف. الا خفتني شي خوف اللي بزاف نيت بحال هادشي اللي وقع لهاد السيد في هاد الليله، تقدر تصاب بالسكري.
المهم هذه هي القصه ديال اليوم. بالنسبه للقصه راه حقيقيه وقعت بصح، وانا كنت خديتها من سناب ابو سعود. المهم شفت هذه القصه هذه عنده وعجبتني، قلت علاش لا ما نعاودهاش عندي. وبالنسبه للقصه راه كيف ما قلت لكم راه حقيقيه وقعت في السعوديه، وهذا السيد اللي وقع عليه هذا الشيء هو مصري الاصل، كان مشى يخدم في السعوديه. صدق وقعت لي هذه القصه المرعبه لدرجه مسكين مرض بالسكر كاع. المهم هادشي اللي كاين اليوم. الا عجبتكم القصه كيف من هذا ما تنساوش لايك، شي كومونتير، كتبوا فيه اي حاجه بغيتو. ما تنساوش تقولوا لي تحت في التعليقات واش بغيتو نكثر لكم بحال هذا النوع ديال القصص الحقيقيه اللي كتوقع للناس مع الجن. وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم بطبيعه الحال الا عجبتكم القصه. تهلاو ليا في راسكم. بيس.